في الفترة الأخيرة في ناس كتير كانت بتكلمنا على أصول الثقافة، حتى لاحظت في البث فتحت أكتر من 3-4 بث مباشر، والانستجرام بالذات بتبعت لي عليه رسائل بالنسبة لأصول الثقافة. الفيديو النهارده زي ما أنت شايف من العنوان هنتكلم عن هل أصول الثقافة بتاخد فلوس؟ بس قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. يلا بينا. مبدئيا كده كل محافظه او كل حد جنب بيته على الاقل هتلاقي قصر ثقافه، على الاقل هتلاقي قصر واحد بس او ممكن قصرين. يعني مثلا انت دلوقتي ساكن في محافظه الجيزه، هتكتب على جوجل اصول ثقافه الجيزه يطلع لك العنوان، وطبعا قصر ثقافه الجيزه معروف جدا قدام فنون مسرحيه. تمام. انا دلوقتي من طنطا، انا دلوقتي من اسكندريه، انا دلوقتي من مطروح، انا دلوقتي من كفر الشيخ، ايا كان محافظه فيها، خش على جوجل واكتب قصر ثقافه مثلا مطروح، هيطلع لك كل اصول الثقافه وعناوينها اللي جنبك. من اسكندريه كذلك، كل محافظه انت فيها تقدر تشوف اصول الثقافه. في ناس بتقول لي طب اصول الثقافه عندنا فيهاش تمثيل، ده على حسب انتوا النشاطات اللي عندكم ايه. اصول الثقافه بيبقى فيها حاجات كتير جدا، بس موضوع الحلقه النهارده احنا طبعا في فيديوهات كتير، بس النهارده عشان ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات، قصر الثقافه بتاخد فلوس، اصول الثقافه ما بتاخدش فلوس خالص، ولا بتملى استثمار بفلوس، ولا بتدفع فلوس عشان تنضم الفريق، ولا بتدفع فلوس في اي شيء خالص عامه. يعني اصول الثقافه ما بتاخدش فلوس، اصول الثقافه ما بتاخدش منك ولا جنيه واحد. انت بتروح تقول لهم عايز انضم الفريق، لو هم محتاجين ناس هيقبلوك، لو مش محتاجين مش هيقبلوك. بس بياخدوا مني فلوس تيكت؟ لا. بياخدوا مني فلوس عشان نعمل عرض وفلوس وكده ونعمل انتاج ذاتي؟ برضه لا. وزاره الثقافه بتبقى لو هو مثلا في فريق او كده، هم بيبقوا مديلهم فلوس، نسبه اسمها ميزانيه، مديله مثلا ايا كان كام للهدوم والديكور وكل حاجه، ودي بتبقى حسابات مع المخرج او بتاع. فانت بتروح انت ما بتدفعش فلوس خالص، ما تخليش حد يضحك عليك وياخد منك فلوس في قصر الثقافه. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. بس كده، اصول الثقافه مجانا. مع السلامه.